ها نحن مجتمعون لنجد حلا لدعوة محمد التي لا يعترض طريقها تعذيب أو مقاطعة أو تجويع لأصحابه. يا سيد قريش، لابد من أن نحسم هذه المشكلة، ومعنا اليوم سادات قريش: الحارث بن عامر، وشيبة وعتبة ابن ربيعة، وهذا زمعة بن الأسود، وحكيم بن حزام، وأمية بن خلف، وغيرهم من السادة. ومن الرجل؟ أنا رجل من نجد، وقد علمت بأمر اجتماعكم هذا يا سادة قريش، ولكن لي رأي في القضاء على محمد ودعوته إلى الأبد. تحدث وقل كل ما تريد. أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى قويا، ونعطي كل منهم سيفا صارما، فيضربوه به ضربة رجل واحد، فيقتلوه ونستريح منه، ويتفرق دمه بين القبائل. ولم يفلح أبو سفيان في النيل من محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نجاه الله وهاجر إلى يثرب. لقد حملت هذه القافلة آلاف القطع الذهبية والبضائع، فقدموا للآلهة القرابين حتى تعود. نحن نثق بك يا أبا سفيان، فأنت أعقل وأحكم الرجال، وستعود سالما غانما. سوف نتحرك الآن إلى بلاد الشام. يا سيد قريش، لقد خرجت في خدمتك حتى أتعلم الكثير. أهم شيء أن نصل بلاد الشام ونعود إلى مكة في أمن وسلام، فنحن نحمل أموالا كثيرة لسادة قريش، وهي مسؤوليتي. هذه هي المرة الرابعة التي أسافر فيها مع سيد قريش، وسوف نتعلم الكثير من خبرته. فلتسترح القافلة في هذا المكان. سعدتم يا قوم. مرحبا سيد قريش. فليجلس بجواري أبو سفيان. لن يهدأ بال أبي سفيان دون الاطمئنان من هؤلاء القادمين من مكة عن حالة طريق العودة، وهل يوجد به ما يهدد أمن القافلة؟ يا له من رجل في غاية الحيطة والحذر. تعال نتابع الحديث عن قرب. كيف وجدتم الطريق؟ وهل من خطر يهددنا يا رجل؟ نعم، لقد أعد محمد بن عبد الله العدة لكي يوقع بهذه القافلة، ومعه عدد من أصحابه. يا لهول الموقف. أيها الفرسان، أين ضمضم الغفاري؟ أحضروه وأعدوا له راحلة سريعة. الأمر سيدي. انطلق بسرعة إلى سادة قريش وأخبرهم أن محمدا وأصحابه يعترضون القافلة التي بها أموالهم. سوف نقوم بعمل حركات لاستكشاف الأمر كل فترة حتى نكون في مأمن من محمد وأصحابه. السمع والطاعة يا سيد قريش. فلنتحرك من هذا الطريق إلى مكة. يا سادة قريش، الويل لكم والرطم للوجوه. أموالكم مع أبي سفيان قد تعرض لها محمد وأصحابه، ولا أعتقد أنكم تلحقون بها. أبو سفيان يطلب منكم الإغاثة العاجلة لكي تمنعوه عن محمد وأصحابه. أيظن محمد أنه يفعل ذلك؟ كلا كلا، لن نتركه. لنجهز الفرسان في الحرب. مرحبا مجدي بن عمرو، هل رأيت جيشا للمسلمين في هذا الطريق؟ ما رأيت جيشا، ولكنني رأيت ركبانا قد نزلوا في هذا الموضع لسقي إبلهم، ثم انطلقوا في طريقهم.
فضلات إبل أكلت من تمر يثرب. إذا نحن على مقربة منهم. إنه الخطر، لا بد أن نغير طريقنا ونسير بسرعة لنصل مكة في أمان. انظروا، إنه أبو سفيان سيد قريش وقافلته قد وصلت. نجونا بعد أن غيرت طريق بدر متجها نحو الساحل. ارجعوا فقد نجت أموالكم. ولولا غطرسة أبي جهل لرجع الجميع بعد نجاة أبي سفيان، ولكنه أصر على قتال المسلمين، وعاد من الجيش بنو زهرة، وانطلق جيش الكفار وعلى رأسهم أبو سفيان عائدين يجرون أذيال الخيل. لا أستطيع النوم أو الحياة بعد الهزيمة التي نلناها على أيدي محمد وأصحابه. لا بد من الانتقام. نعم، الحرب والانتقام. سوف نعد جيشا جرارا للقضاء عليهم جميعا. يا معشر قريش، أعينوني بالمال كي نجهز الجيش لملاقاة محمد، وسوف نجعل القافلة التي نجت في خدمة الحرب. 1000 بعير و50,000 دينار. سوف نفتح باب المساهمة لكل من يحب غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وسيكون ذلك عن طريق تحريضهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدق الله العظيم. وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين، وتمكن من تجهيز جيش كبير قوامه 3000 مقاتل من قريش والحلفاء، وقاده بنفسه في موقعة أحد. وكان المسلمون الأقرب إلى النصر، لولا أن عددا من الجنود لم يلزموا أماكنهم كما أوصاهم قائدهم رسول الله، فتحول النصر إلى هزيمة لحقت بالمسلمين. ترك جيش الكفار ميدان المعركة واكتفى بذلك عائدا مسرعا إلى مكة. وكان أبو سفيان أسعدهم وأكثرهم شماتة في المسلمين، ولكنه كان يشعر بهزة عنيفة في قلبه ورعب عند ملاقاة المسلمين. وإلا لماذا تركوا المعركة بهذه السرعة عائدين؟ لقد أصبنا شوكتهم وانتصرنا عليهم. كان علينا أن نأخذ قادتهم في الأسر ونحرق المدينة ونسبي أهلها. معك حق، فلنعد لنستأصل قادتهم. ولكن ما رأيك يا صفوان يا ابن أمية؟ يا قوم، لا تفعلوا ذلك، فإني أخاف عليكم أن يجمع محمد من تخلف من المسلمين ثم ينتصر عليكم. ارجعوا إلى مكة، فالنصر لنا الآن والغلبة. هذا رفض لقول صفوان، وسوف نعود لغزو المدينة. نعم، فلم نبعد عنها كثيرا. وقبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه لحقه في مجلسه معبد الخزاعي، ولم يكن يعلم أبو سفيان بإسلامه. لقد جاء الرجل ليلقي الرعب في نفس أبي سفيان حتى لا يتحرك الجيش، فقال له إن محمدا قد خرج مع أصحابه في جيش لم أرى عددا مثله قط، وقد لحقه من تخلف عن المعركة وندموا على ما ضيعوا من نصر عليكم. واهتز أبو سفيان وهو يرد ويحك يا رجل، فيرد معبد انتظر ولا ترحل حتى ترى بنفسك أو حتى ترى بداية جيش محمد. ورد أبو سفيان
لقد أجمعنا على قتالهم والعودة إليهم. ويرد معبد: ألا تفعل فإني ناصح لك. وانهارت عزيمة جيش الكفار، وأخذه الفزع والرعب، ولم ير سوى الانسحاب والعودة لمكة. وأطلق على هذا الجزء غزوة حمراء الأسد، وهي جزء من غزوة أحد. كل هذه القوة والمنعة لمحمد وأصحابه، دينه ينتشر، وجميع حروبنا خسرناها، حتى غزوة الأحزاب عدنا منها خائبين. إننا لم نعرف عن محمد سوى الصدق والأمانة. إنه إذن صادق. ماذا تقول يا سيد قريش؟ نعم، ماذا أقول وأنا زعيمهم؟ ولكننا نقضنا عهودنا معه، ونحارب رجلا لأنه يقول الله ربي، نعاديه ونحاول قتله ونؤذي أصحابه، كل ذلك وهو يقول الحق. هل تستطيع أن تقول ذلك لأصحابك وقومك وأنت سيدهم؟ هل تريد خسارة هذا العرش وهذا الملك الذي أنت فيه، والعز والمنعة التي أنت فيها؟ من بالباب؟ مرحبا بسادات قريش. هل تعلم عاقبة غدرنا بالصلح الذي وقعناه مع محمد؟ أعلم أن ذلك أمر جلل، ولقد ذهبت بنفسي إلى المدينة لأجدد الصلح، ولكن ماذا؟ رفض محمد مقابلتي أو حتى الرد علي، وطلبت مساعدة عمر فرفض، وكذلك علي الذي أقسم لي إن محمدا عازم على شيء لا يمكن إثناؤه عنه. ما رأيت من قبل نيرانا ولا عسكرا بهذا العدد. هذه نيران خزاعة غضبت لما حدث. خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال العباس: أبا حنظلة، مناديا أبا سفيان: يا أبا الفضل، مالك؟ فداك أبي وأمي. قال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وعند الصباح يدخل مكة. فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب خلفي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلب منه العفو. هذه بغلة رسول الله عليها عمه. قال العباس: السلام عليك يا رسول الله، هذا أبو سفيان، جئت أشفع له عندك. ويرد الرسول الكريم: وعليك السلام. ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أحلمك وما أكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال رسول الله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون،
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. يا معشر قريش، قد جاءكم فيما لا قبل لكم به. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اقتلوا هذا الرجل السمين. لا تغرنكم هذه، لقد جاءكم بما لا قبل لكم به. فمن دخل داري فهو آمن. إنه أبو سفيان بن حرب، تغيرت أحواله بعد الإسلام، وأصبح قلبه رقيقا متعلقا بربه نادما. نعم، لقد حسن إسلام هذا الرجل، وينفق ماله في سبيل إعلاء كلمة الإسلام. ويكفي أبا سفيان أنه جهز العديد من غزوات وفتوحات المسلمين، مستغفرا ربه عما أنفقه في سبيل القضاء على الإسلام. إن عمره الآن 88 عاما. لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت.